السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا على قناتي وقناتكم شهوة مريم أنس. كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال وفي تمام الصحة يا رب. راح اليوم إن شاء الله أولا وصفة اليوم، وبما أننا كنحيروا بزاف شنو نحضروا الكوتي فجبت لكم 3 ديال الوصفات ساهلين اقتصاديين، واهم شيء انهم مكونات اللي متوفره في كل بيت. فغادي نشارك معكم بغرير القمح الكامل اللي ناجح ومن طبيعه الحال صحي. كذلك غادي نحضر معكم ميني كيك، وكذلك غادي نحضر معكم كيكه الليمون اللي كتجي مسقيه بواحد السيرو اللي كيخليها كتجي معلكه وكتجي خفيفه بزاف. فكنتمنى تشاهدوا معايا الفيديو حتى الاخير وتوصلوا دائما لاكبر عدد من الاعجابات، ومن طبيعه الحال تقتسموه مع احبابكم ومعارفكم لتعم الفائده. خليكم مع المكونات وطريقه التحضير وفرجه ممتعه. فبسم الله على بركة الله. فغادي نبدا معكم باول وصفه اللي عباره عن ميني كيك بالشوكولاته اللي كيجيو ناجحين ومن طبيعه الحال اقتصاديين. فهنايا البنات غادي نعطيكم المكونات وفي نفس الوقت الطريقه. كي كتلاحظوا عندي هنايا بيضه واحده فقط بحراره الغرفه دائما. غادي نضيف لها رشه ملح لتصحيح الذوق، وعندي هنايا كاس الا ربع من سكر سنيده اولا سكر حبيبات. كذلك غادي نضيف كيس من الفانيلا، وغادي نخفق جيدا هاد المكونات بالمضرب اليدوي. كي كتشوفوا غادي نضيف لهم ايضا ربع كاس من الزيت، وغادي نخلط جيدا. من بعد غادي نضيف نصف كاس من الحليب الدافئ، وغادي نطرب هاد العناصر جيدا. هنايا البنات غادي نبدا نضيف النواشف. فاول حاجه غادي نضيف كي كتشوفوا كيس من بودره الكاكاو من وزن 8 غرام. كذلك اخواتي غادي نضيف كيس من خميره الحلويات من وزن 7 غرام، وكذلك غادي نضيف كاس من الدقيق الخاص بالحلويات بالتدريج. هنايا البنات انا استعملت كاس فقط. فغادي نخلط جيدا هذا الخليط، ومن بعد غادي ناخذ القوالب اللي كنت دهنتهم من قبل بالزبده ورشيتهم بالدقيق. غادي نبدا نفرغ الخليط ديالي في كل قالب. غادي نوضع ملعقتين ممتلئتين، وغادي ندخل هاد لي طاخت او هاد القوالب هادو الفران اللي كنت مسخناه من قبل على 180 درجه من الفوق ومن التحت، وغادي نتلاقى معكم من بعد ما يطيب. صافي هنايا البنات كي كتشوفوا هادو هما لي كيك ديالنا من بعد ما طابوا. كي كتلاحظوا راه كيجيو ناجحين وكيتحيدوا معنا من المول بكل سهوله. هنايا البنات غادي ندوز باش نحضر معكم الكريمه اللي غادي نزينوا بها هاد الكيكات هادو. هنايا كي كتشوفوا خديت كاس ممتلئ من الحليب. غادي نضيف ليه ايضا ملعقه ونصف من سكر حبيبات اولا سكر سنيده. كذلك غادي نضيف كيس من الفانيلا، وغادي نضيف كيس من بودره الكاكاو، وغادي نضيف ايضا ملعقه كبيره من النشا اولا مايزينا. هنايا البنات غادي نخلط جيدا هاد العناصر، وفي هاد الاثناء وانا كنحضر الكريمه غادي نبدا نديمولي هاد لي كيك ديالي. هنا كي كتشوفوا راه كيديمولاي بسهوله، وبطبيعه الحال مره كنخلطوا الخليط ديالنا باش ما يلتصقش لينا في قاع الكاسرونه. صافي هنايا اخواتي كي كتشوفوا تيكون هذا هو القوام ديال الكريمه ديالنا. هنايا غادي نضيف ليها واحد 2 قطع من الشوكولاته، وغادي نضيف ايضا ملعقه صغيره من الزبده اللي كتعطينا واحد القوام زوين لهاد الكريمه، وكذلك كتعطينا واحد اللمعه في الصوص ديالنا. هنايا من بعد البنات هنايا كي كتشوفوا غادي ناخذ هاد لي كيك وغادي نقلبهم على الظهر ديالهم، وغادي نبدا نفرغ هكا الصلصه او الكريمه ديالي بالتساوي على لي مول ديالي، وغادي نزينهم بالكركاع. وكذلك هنايا عندي اللوز افيلي اللي كنت من قبل حمرته. بالنسبه دائما للتزيين البنات يكون اختياري وعلى حسب الرغبه ديالكم. فهنا البنات يكون هذا هو الشكل النهائي ديال لي ميني كيك ديالنا. فكيجيو رائعين ساهلين في التحضير بدون تعقيدات. فغادي ندوز معكم الوصفه الثانيه او الاقتراح الثاني اللي عباره عن البغرير بالدقيق القمح الكامل. فكي كتلاحظوا في الصوره فكيجي ناجح من اول تجربه. البنات غير جربوا هاد الوصفات هادو فغادي يوليو معتمدا عندكم، وكذلك يعني ما غاديش تبقاو تحيروا شنو خاصكم توجدوا للكوتي ديالكم ولا ايضا لوليداتكم. هنايا البنات بالنسبه للمكونات او المقادير اللي غادي نحتاجوا في هذا البغرير، فغادي نعطيكم العبار بالكؤوس
فبالنسبه للمكونات او المقادير اللي غادي نحتاجو، هنايا كي كتشوفوا عندي كاسين من دقيق القمح الكامل اللي بالنخاله ديالو. هنايا كذلك عندي كاس من السميد الناعم او السميده اللي كنحضروا بها الحرشه. هنايا البنات كي كتشوفوا راه عندي واحد الكاس خاوي اللي غادي نعبر معكم الماء عفوا. وهنايا عندي ملعقه صغيره غير ممتلئه من سكر سنيده او سكر حبيبات. كذلك عندي ملعقه كبيره من الممحيه او ممسوحه من خميره الخبز او الخميره الفوريه. وبالنسبه دائما الخميره راه كتبقى على حسب الجو. هنا عندي كذلك الملح، وكذلك عندي كيس من خميره الحلويات من وزن 8 غرام. هنا بسم الله على بركه الله فغادي ناخذ الدقيق القمح الكامل، غادي نضيفه في واحد الاناء. كذلك غادي نضيف ليه كاس من السميد الناعم، يعني السميده اللي كنستعملو في الحرشه. غادي نضيف الخميره ديال الخبز. وبالنسبه للخميره البنات راه دائما كتبقى على حسب الجو، فالا كان عندكم الجو سخون ما تضيفوش ملعقه كبيره ممحيه، يعني اكتفيو فقط بملعقه صغيره. غادي نضيف ديك الملعقه الصغيره الغير ممتلئه من سكر حبيبات او السكر سنيده، وكتبقى دائما على حسب الرغبه. ممكن تستغناو عليها الا ما بغيتوش السكر في البغرير ديالكم. هنايا البنات غادي نبدا نعبر معكم الماء. وهنايا بالنسبه للماء دائما يكون غير دافي، يعني ما يكونش سخون ولا يكون دافي بزاف، غير شويه، يعني كتسخنوه غير شي شويه. علاش البنات؟ الا مشيتو تسخنتوا الماء ديالكم بزاف فاكيد غادي يخسر معكم هذا البغرير، لانه غير غادي تبداو تطحنوا في الخليط، غادي يطلق لكم الخيوطه وغادي يخسر معكم البغرير. هنا البنات كي كتشوفوا غنبدا نضيف معكم الماء تدريجيا. فكي كتشوفوا ضفت 4 كؤوس. غادي نخلط جيدا، وغادي ناخذ هذا الخليط هذا غادي نخلطه بالمضرب اليدوي، ومن بعد غادي نوضعه في الخلاط الكهربائي وغادي نطحنه جيدا. فضروري البنات ما تطحنوا الخليط ديالكم مزيان. بالنسبه للعبار بالضبط ديال الماء فغادي نخليه لكم ان شاء الله في صندوق الوصف. هنا كي كتشوفوا تيكون هذا هو القوام ديال الخليط ديالنا. من بعد غادي نضيف ليه من بعد ما طحنتو غادي نضيف ليه خميره الحلويات، وكذلك غادي نضيف الملحه. فانتوما كي كتشوفوا راني الملحه ما ضفتهاش معكم في الاول، يعني غير تبعوا الفيديو وما تقطعوش منه حتى القطع باش تعرفوا المراحل ديال كل وصفه. والبنات دائما وكنأكد عليكم الا كنتو كتشاهدوا الفيديو البنات الله يجازيكم بخير ضغطوا على اللايك، فهي تشجيعا وكتخليو الفيديو تقترح على ناس اخرين، ومن طبيعه الحال كيوصل اكبر عدد من الاعجابات. المهم البنات فغادي نكمل معكم التحضيرات. هنايا صافي طحنت الخليط ديالي من بعد ما ضفت ليه الخميره ديال الحلوه وكذلك الملحه، فتيكون هذا هو القوام ديالو. يعني دائما ما تخلوش البغرير ديالكم ثقيل بزاف وما تخليوهش ايضا خفيف بزاف، يعني هذا هو القوام اللي غادي تحصلوا عليه. هنايا البنات غادي نخلي عفوا الخليط ديالي لمده ديال 5 ديال الدقائق فقط، وغادي نبدا نطيب معكم. هنايا كي كتشوفوا خديت المقله وغادي نبدا نفرغ واحد الكميه. وهنايا ضروري البنات النار كتكون مرتفعه، يعني البغرير باش يتقب معكم بطبيعه الحال خاصها تكون النار اللي تكون مرتفعه. صافي هنا البنات كي كتشوفوا ها نتوما البغرير ديالنا كيبدا يتقب بكل سهوله، يعني راه ناجح من اول تجربه. فهذه هي البغريره الاولى اللي حضرت معكم. فكي كتشوفوا البنات ها نتوما كيتقب معنا وكيجي ناجح، وراه من طبيعه الحال الا حضرتوه فغادي يعجبكم. فهو بغرير اللي ساهل اقتصادي، ومن طبيعه الحال اللي بدون دقيق ابيض وكيجي صحي. فغادي نكمل انا يعني الكميه. وهنايا البنات ما غاديش نقطع معكم شويه الفيديو باش تشوفوا انه كامل كيجي ناجح. صافي هنايا اخواتي كي كتشوفوا ها نتوما البغريره الاولى راه كتجي ناجحه وكتجي متقبه. هنايا كذلك كتشوفوا البغريره الثانيه. يعني البنات غير تبعوا هاد المقادير بالضبط فان شاء الله غادي ينجح معكم. كيف حضرت معكم البغرير بالدقيق الابيض مع السميده فنال الرضا ديال الناس، ومن طبيعه الحال انهم حضروه وجا ناجح معكم. فهذا اكيد ان شاء الله الا جربتوه فغادي يعجبكم وغادي يولي معتمد عندكم. فهنايا البنات يكون هذا هو الشكل النهائي ديال البغرير ديالنا من بعد ما طاب. هنايا غادي نوريه لكم عن قرب. كي كتلاحظوا كيجي مثقب كيف الشهده، ناجح من اول تجربه. فبالنسبه لاخر الوصفه اللي عباره عن الكيكه بالبرتقال اللي كتجي رائعه البنات، كتجي معلكه بواحد الكريمه اللي
تحفه تحفه البنات، وان شاء الله الا جربتوها غادي تعجبكم، لانه فعلا كيكه كتستحق التجربه وراقيه في الشكل ديالها. فالا جربتوها ان شاء الله فغادي تبهروا بها ضيافكم، ومن طبيعه الحال غادي يسولكم على المقادير ديالها. هنايا البنات غادي نعطيكم المكونات وفي نفس الوقت الطريقه. هنا كي كتشوفوا خديت الليمون، انا كان عندي المندرين فاستعملت 3 ديال الحبات مقشرين وحبه واحده يعني بالقشره ديالها. ممكن ايضا تكتفيوا فقط بالجوج ديال الليمونات، يعني غادي تقشروا وحده ووحده غادي تقشروا النصف ديالها والنصف الاخر غادي تقليوه بالقشر. غادي نقطع الليمون ديالي ومن طبيعه الحال غادي نحيد ليه داك العظم اللي كيكون فيه باش ما كيطلقش لينا المروره في الخليط او لا في الكيك ديالنا. من بعد غادي نضيف ليه جوج ديال الحبات من البيض دائما بحراره الغرفه. كذلك غادي نضيف رشة ملح لتصحيح الذوق. عندي هنايا علبة من الياغورت من وزن 110 غرام. كذلك عندي هنايا كأس إلا ربع من الزيت. كذلك عندي سكر ساندة أو سكر حبيبات. وغادي نطرب جيدا هاد العناصر. هنايا البنات كيكه ساهله ماهله ما فيهاش بزاف ديال التعقيدات، فغادي نخفق جيدا هاد الخليط هذا في الطراب الكهربائي وغادي نوضعه في واحد الاناء. ومن بعد غادي نبدا نضيف النواشف. هنايا غادي نضيف الكأس الاول ومن بعد غادي نضيف 3 اكياس من خميره الحلويات من وزن 7 غرام. غادي نخلط جيدا ومن بعد غادي نضيف الكأس الثاني صافي، يعني جوج ديال الكيسان اللي ضفت في هذا الخليط هذا. غادي نخلط جيدا بالمضرب اليدوي كي كتلاحظوا. وفي هذه الاثناء البنات راني مسخنه الفران على درجه 180 من الفوق ومن التحت صافي. هنايا اخواتي كي كتشوفوا غادي نضيف واحد نصف كأس من الدقيق عفوا الابيض. ودائما البنات استعملوا النوعيه اللي تكون ممتازه باش تجيكم الكيكه ديالكم زوينه وكتجي الشكل ديالها زوين. هنايا البنات من بعد خديت المول ديالي اللي دهنته بالزبده ورشيته بالدقيق. غادي نفرغ فيه الخليط وغادي ندخلو الفران حتى كيطيب. وغادي ندوز باش نحضر معكم الكريمه اللي غادي نسقيو بها هاد الكيك. هنايا البنات كي كتشوفوا خديت واحد الكأس من البرتقال او عصير البرتقال. غادي نوضعو في واحد الكاسرونه من بعد ما صفيته وغادي نضيف ليه سكر حبيبات او سكر سنيده. هنايا ضفت 3 ديال المعالق او لا ممكن ايضا تكتفيو في ملعقتين، كيبقى دائما على حسب الذوق. غادي نضيف ليه انايا عندي الروح ديال البرتقال او نكهه البرتقال اللي كتبقى اختياريه، ممكن تستغناو عليها الا ما كانتش متوفره عندكم، فانا فقط باش تعزز لي المذاق ديال البرتقال. كذلك غادي نضيف هنايا ملعقه صغيره من النشا اللي تكون ممتلئه. هنايا البنات حيت انا ما عمرتش المعلقه ديالي فضفت ملعقه ونصف صافي. هنايا البنات غادي نخلط جيدا هذا الخليط هذا او هذه الكريمه هذه وغادي نوضعها فوق نار اللي تكون متوسطه. هنايا بالنسبه لهاد الكريمه البنات حنا ما كنبغيتهاش تعقد بزاف، يعني فقط غادي يتقل القوام ديالها شويه وغادي نحيدوها. هنايا رجعت لكم البنات الكيك ديالنا من بعد ما خرجته من الفران. كي كتشوفوه راه كيجي طالع كيجي ناجح رائع البنات. كذا ان شاء الله الا جربتوها غادي تعجبكم بزاف صافي. هنايا اخواتي من بعد ما تقالت لينا شويه الكريمه ديالنا فغادي نبدا نسقي بها هاد الكيك وهي سخونه باش كتشرب وكتجي معلكه. وغادي نهبط هاد الكريمه هذه على الجوانب باش كتجي مسقيه وكتجي رائعه وكتجي يعني ديك الكريمه هذه كتجي مشربه الكيكه كانها بسبوسه صافي. هنايا اخواتي غادي نكمل هكا الكيك ديالي كنشرب ليه اولا كنسقيه مزيان بديك الكريمه. ومن بعد غادي نتلاقى معكم باش تشوفوا الشكل النهائي ديال الكيك ديالنا. فهنا وصلت معكم لنهايه الفيديو وتيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الكيك ديالنا من بعد ما كملنا له التحضيرات. هنايا البنات خديت قطع من البرتقال او الليمون وزينتهم بهذا الشكل هذا. كذلك وضعت القليل من الخشخاش او البافو كتزيين باش كيهرس لينا عفوا الشكل ديال الكيك ديالنا وكيجي راقي. هنايا من طبيعه الحال غادي نقطع لكم واحد الجزء باش تشوفوه. فكتجي هشيشه هاد الكيكه هذه اسفنجيه خفيفه ومن طبيعه الحال كتجي معلكه. فان شاء الله الا جربتوها فغادي تعجبكم. فكنتمنى الاقتراحات اللي شاركت معكم اليوم او الوصفات اللي اقترحت عليكم ينالوا اعجابكم. ولا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بتعاليقكم الطيبه وكذلك بالبارطاج مع الاحباب والاصدقاء.
الأصحاب. وإلى اللقاء مع فيديو جديد إن شاء الله. مع السلامة.